تحت عبارة غسل مخ الجمهور، تسليط الضوء على قضايا إيجابية بالنسبة لهذا النظام وحجبه عن قضايا أخرى، البايس باي كوميشن أو الانحياز التام بالمحاباة لكل ما يصدر عن الحكومة وعن النظام، في مقابل الحذف الانتقائي، حذف كل ما قد يسيء إلى المنظومة التي تعمل في إطار هذه السياسة، واستخدام تكنيكات للأسف شديد بالية جدا جدا ومتواضعة من الناحية الاحترافية والمهنية. ما حدث بعد الثورة زي ما قال زميلي الأستاذ خالد، حصل الانتقال بسرعة شديدة من غسل المخ إلى غسل اليد، فأصبح كل هؤلاء الذين يعملون في هذه المنظومة بعدما علموا أن هذا النظام الذي كانوا يعملون من أجل تثبيت دعائمه ومن أجل تغذية نزعاته نحو الاستمرار والديمومة ولاحقا نحو التوريث، أصبحوا يعرفون أنه سقط، ولذلك فهم صارعوا في الاتجاه العكسي تماما، ما أسميه أنا اتجاه غسل اليد. أنا شخصيا كنت من هؤلاء الذين كنت أكتب في انتقاد سياسات الدولة المصرية والحكومة المصرية، وانتقاد رئيس الحكومة، وربما في انتقاد الرئيس مبارك شخصيا في الصحف المصرية. الآن أنا أصبحت أستشعر خجلا وأريد أن أتوقف عن نقد الرئيس مبارك حتى لا أحشر في زمرة واحدة مع هؤلاء الذين كانوا يسبحون بحمده ليلا نهارا، والآن يريدون أن يقولوا أين فلوس الشعب، والشعب يريد فلوس الرئيس وحاكمه مبارك. وأنا أصحو كل يوم وأشعر أنني في حلم ولست في علم. وكنا نتحدث في هذا اليوم في ندوة في الأهرام، أنت لا تستطيع أن تميز كما قلت، لأنه هؤلاء الذين جاءوا من أقصى اليمين ركبوا الموجة ليقنعونا أنهم بمناسبة في أقصى اليسار. هذه وقد أتيت على ذكر